إن التسامح أساس الحضارة. فالأولتراس المغربية تعلمت أن العنف ونبذ الآخر ليس وسيلة لتسلق سلم الحركية والوصول لأعلى المراكز في الحركية. فالأولتراس المغربية تبنت مفهوما جديدا في الحركية، وهو مفهوم التسامح. فالتسامح لغة الإسلام ويعكس وعي أفراد الأولتراس. ولقد ملت الجماهير المغربية من المشاهد الدموية وإزهاق أرواح الأبرياء، ولقد أجمعت الأولتراس المغربية بأنها ستقف بصرامة وتتصدى لفيروسات التي تتسلل الحركية، وتتخذ الأولتراس كوسيلة لتفرز مكبوتاتها الإجرامية. ففيروسات الحركية كانت سببا ببكاء العديد من الأمهات، وكانت أيضا سببا في سجن شبان أبرياء، وتسببت للناس بعاهات مستديمة قضت على طموحاتهم. نعم، إن الأولتراس المغربية تندد وتقول بأنها بريئة من هذه السلوكات الإجرامية التي لا تتوافق مع مبادئنا كمسلمين وكمغاربة. نعم، ولقد كتبت الأولتراس المغربية بقلم الحرية في صفحة بيضاء عنوانا بارزا اسمه التسامح. فالجماهير المغربية فخر هذا الوطن، ونحن من يرسم صورا حضارية في المدرجات. فالجماهير المغربية منهم المثقفين، ومنهم المهندسين، ومنهم الكتاب، ومنهم الشعراء. فليحيا الوطن ولتسود روح التسامح. نحن لسنا إيطاليين ولسنا إنجليزيين، فنحن مغاربة